اللزقة دي من أجمل اللزقات اللي أنا استخدمتها في الفترة الأخيرة، لزقة بتستخدم كغيار للجروح السطحية وفي نفس الوقت كغيار جميل جدا للحروق. لزقة زي ما انتوا شايفين بتطلع من الغلاف بتاعها وبتتحط على المكان اللي فيه الواوا، ولو قربت هتلاحظ إنها شفافة جدا. اللزقة دي جميلة تقعد على جسم الإنسان من 3 ل5 أيام، بس على قد ما هي جميلة على قد ما في نقطة إن في ناس ممكن تستخدمها مع نفسها في أي جرح ولأي جرح. دي لازم تستخدم زيها زي أي مستحضر طبي تحت إشراف طبيب معالج. ليه؟ لأن هي ما تنفعش في وجود عدوى، ما ينفعش نستخدم معاها كريمات. في منها بيكون معاه مضادات للبكتيريا وفي منها ما بيكونش معاه. مش كل الجروح تناسبها اللزقات. اللزقات امر جميل جدا، ودي حته من اللزقه، اللزقه حجمها اكبر من كده بكتير، بس حبيت اوريها لك عشان خاطر تعرف ان ربنا ادانا علم في العصر ده، وفي امكانيات ممكن تخلينا بدل ما احنا نغير بقى وكريم وشاش فازلين ودريسنج ورباط ضاغط، لزقه جميله تحطها على الجرح وهو نضيف بعد ما تغسله وتنشفه، وهي شفافه تخليك انك انت تقدر تشوف الجرح وما بتغيرش لمده 3 ل5 ايام. لا ده مش كده وبس، ده انت لو جبت ميه على اللزقه دي اللزقه مش هتقع. شفت اللزقه جميله ازاي؟ شفت حلوه ازاي؟ ولكن لازم لما نستخدمها للحالات اللي ينفع معاها. يعني ما يكونش جرح محتاج يتخيط واقوم احط له اللزقه دي. الجرح ما هيخف لوحده، ولكن هل ده الاجراء الصح؟ هيسيب علامه بعد كده ندفع دم قلبنا عند جراحين التجميع عشان خاطر يعالجوه، ويقول لك ممكن يحتاج عمليه تاني عشان خاطر الجرح بقى واسع ومحتاجين ان احنا نضيقه ونعمله تبع خطوط الجسم وكلام كبير قوي يابا، وبعدها ليزر وكل الكلام ده كان ممكن يتم من الاول. اللزقات الحديثة في الغيارات أنواع كتير، ده نوع منهم. ده فيه فوم وفيه الألجينيت وفيه الهايد، بص حاجات كتيرة جميلة جدا. الجراح هيوفر عليك ويقول لك إيه النوع اللي تستخدمه وإيه اللي يناسب حالتك وتقدر تستخدمه وهتوفر عليه. الدكتور بيعالج الإنسان نفسيا وجسديا وماديا. ما تتكسفش تكلم الدكتور بتاعك وتقول له إن أنت مش قادر على تمن غيار أو تمن العلاج، وأكيد هيساعدك للوصول في الحاجات اللي تناسب حالتك بحسب المقدرة النفسية والجسدية والمادية مع بعض عشان خاطر أسرع استشفاء.